أنا النقيب السابق شريف عثمان، نقيب بالقوات السابق بالقوات الجوية المصرية، وعضو من أعضاء ضباط من أجل الثورة، أول مجموعة معارضة تتكلم على النت، وبننزل على الأرض. وكنا في الميدان الأسبوع اللي فات، كلمنا مع الناس، الضباط عرفت هتعمل إيه كويس، واحنا ان شاء الله نازلين مع شعب مصر بالكامل اللي بندعوه للمشاركة في جمعة تطهير المؤسسة العسكرية من ديول النظام وأذنابه. احنا قدامنا ثورة مضادة قوية جدا بيتزعمها حسين طنطاوي، ومعاه مجلس من الخونة العملاء لحسني مبارك اللي اختارهم وانتقاهم شخصيا. لازم الناس اول حاجة تعرف، ودي شهادة قدام ربنا، ان طنطاوي مش هو اللي بيعين اللواءات اللي في الخدمة. طنطاوي عبارة عن تقرير من ضمن التقارير اللي بتخش لحسني مبارك الفاسد المخلوع علشان ينقي القيادات الفاسدة اللي تصلح ان هي تقضي على نفسية وامكانات الجيش المصري، وتخليها محدودة في إمكانيات محدودة جدا. زي ما احنا شفنا هي تكفي يعني تقريبا ربع قوات الشرطة اللي كانت كل إمكانيات الجيش بتوجه ليها من تسليح وعساكر، لأن هو ده الأهم. إن هو عشان هو طبعا راجل ديكتاتور، طبعا مع تحفظي إن أنا بقول عليه راجل، هو ديكتاتور. لكن الجيش مش هيحمل ديكتاتور، اللي بيحمل ديكتاتور هو الشرطة. الجيش بيبقى المرحلة الثانية، وده اللي كان طبعا طنطاوي وحسني مبارك متفقين عليه مع حبيب العدلي، ان الشرطة هتنزل الاول وبعد كده الجيش هينزل يدعمها. وطبعا يعني طنطاوي لو كان يطول يضرب قنابل ويرمي طيارات زي الاف 16 اللي طلعت تلف حوالين، والطيارات الهليكوبتر اللي بقت تنزل على راس الناس في ميدان التحرير، والحركات بتاعت العيال الصغيره عشان انتوا طقم عواجيز كلكم اصلا، يعني جمهوريه دار المسنين. كلنا الجيش ده بيطلع من كل بيت في مصر، وبالتالي الجيش المصري هو شعب مصر. وده اللي خلى مفيش اي ضابط يفكر في يوم من الايام انه يرفع بندقيه في وجه اي مصري. وهو ده اللي منع طنطاوي، هو ده المانع الوحيد. طنطاوي طول عمره تابع لمبارك، طنطاوي مش قائد. طنطاوي تم اختياره بناء على ان هو ما عندوش اي سمة من سمات القيادة، وكل اللي موجودين حواليه ده كل ده مجلس قلل. اوعوا تفتكروا ان في حاجة اسمها مجلس عسكري. الجيش ما بيعترفش الا بالكتافة، ابو كتافة تقيلة بيتكلم والباقي بيقول تمام يا فندم. طالما في مشير قاعد يبقى هو ده بس اللي بيقول كلمته. وخلي بالكم هو الوحيد اللي ما بيطلعش في الدعاية، مش علشان هو ما بيحبش التصوير، هو معروف ان هو مكروه، وعارف ان هو مكروه وبيحاول يتدارى وما بيعرفش. يعني هيتكشف 3 دقايق على التلفزيون هيبقى عامل زي مختار الملا اللي هو الطويل ابو شعر ابيض اللي كان قاعد جنب منى الحسيني. ده بيتكلم في الديمقراطية. ده اهانة لالاف الضباط الجيش بالكامل ان واحد زي محمد مختار الملا يطلع يتكلم على الديمقراطية. دي اهانة لكل ضباط الجيش المصري، كل من هو رتبة رائد فمدون، لان كلنا نعرف ان هو شخصية سادية جدا، وشخصية بتهوى التعذيب النفسي وتغليظ العقوبات بشكل هستيري. فانه كونه ان هو يطلع في التلفزيون يتكلم بالديمقراطية ويقول لشادي الغزالي حرب، يقول له بس انتوا طلعوا انتوا الشارع واحنا عارفين هنعمل شغلنا ايه. انا عارف وكل الضباط عارفه، بس اللي لابسين لسه الافرول لو فتحوا بقهم هيحصلوا الناس اللي زي احمد شومان والمقدم بتاع المخابرات والناس دي كلها. احنا عارفين، والجلسات والعلاج النفسي والحاجات اللي بتعملوها لهم دي هنركبكم مكانها. انا احب اقول للمجلس العسكري احنا نازلين مع شعب مصر يوم 8/4 سنة 2011. احنا ضباط الجيش جوه الخدمة وبره الخدمة، نازلين ميدان التحرير
بالافرول بشكل هيسعد مصر بالكامل، هيبث الروح لمصر بالكامل. بعد ما انت يا طنطاوي بتسرق الثوره منهم وفاكر ان انت قائد على ضباط هتمشي اللي على مزاجك، لا فوق لروحك يا جدو، فوق لروحك يا جدو. انت بتكلم واحد نص عمرك، يعني انت 76 سنه انت لسه بتفكر زي كيلو اللحمه على ايامنا كان ب3 تعريفه ومش عارف ايه. لا الكلام ده خلاص ما بنسمعوش بقى، بطلنا نسمعه. لا احنا بنتكلم النهارده في سنه 2011، بنتكلم النهارده في عصر جديد، بنتكلم النهارده في مصر المستقبل مش مصر الماضي. مبارك اللي نزل من على الكرسي انت مش هتركبه علينا من شرم الشيخ يا طنطاوي. يا طنطاوي انت ومجلس القلل اللي معاك ده معاكوا لغايه يوم الجمعه. يوم الجمعه انتوا لسه موجودين في مكانكم. يوم الجمعه محاكمات بتهمه خيانه عظمى. وقد اعذر من انظر، وقد اعذر من انظر. معاكوا لغايه يوم الجمعه. التخلي الكامل عن السلطه، التنحي الكامل والاختفاء من المشهد السياسي تماما، كما لو كنتوا غازات سامه تروحوا بعيد عن عينين شعب مصر. مش عايزين نشوفكم. انتوا كل واحد فيكم على وش حسني مبارك، كل واحد فيكم على بق حسني مبارك، كل واحد فيكم على ودن حسني مبارك. انتوا كلاب حسني مبارك، انتوا اوسخ من انجمت القوات المسلحه، وعشان كده حسني مبارك كان معادكم حواليه. انتوا اوسخ من انجبت القوات المسلحه، انتوا اوسخ من انجبت القوات المسلحه، انتوا احقر ضباط في تاريخ مصر. وعلشان كده الحقير الدنيء المخلوع قاتل شعبه مبارك قعدك يا طنطاوي جنبه 20 سنه. 20 سنه خانق الضباط وحابس دمهم ومكفر سيئاتهم ومبهدل عيشتهم ورميهم رميه وسخه ما تلقش بضباط الجيش اللي المفروض قاعدين ستاند باي اي حاجه تحصل للبلد، زي ما الشعب المصري كله شاف. الجيش المصري يا حضرات، الجيش المصري هو الضابط والعسكري والصف ضابط اللي نزل وقف جنبك وطلعت على دبابته وشيلته ابنك علشان تصوره معاك. هو ده الجيش المصري. الجيش المصري مش المجلس العسكري. المجلس العسكري ده والله والله قسما بآيات الله لو إيريل شارون اللي ماسك وزير دفاع مصر ما هيحبطوا ويدمروا ويفسدوا زي ما مجلس الفساد ده عمله. احنا قاعدين من يوم ما حسني مبارك المخلوع الحقير قاتل شعبه اتخلع يوم 11 فبراير، ما تنحاش عن الحكم، ودي اسمها ثوره، وهو اسمه اتخلع ما اسموش تنحى عن الحكم للمجلس العسكري. انتوا تقعدوا تسموها عندكم في اوضتكم بمزاجكم، لكن احنا شعب مصر احنا بنقول احنا خلعنا حسني مبارك وهنخلعكم يا مجلس، وهنخلعكم يا مجلس خونه يا احقر من انجبت القوات المسلحه في تاريخها. وعلشان كده انتوا عدمات القياده، انتوا بتوع تمام يا فندم، كله بتمن واظرف واديها اظرف ولاء. هو في حاجه اسمها اظرف ولاء؟ هو انا لو بعمل حاجه صح محتاج ان انا ادفع اظرف ولاء؟ 20 سنه واقفين جنب حسني مبارك، مفيش ذكر فيكم صحي من النوم مره الصبح قال لا اللي انا بعمله ده خيانه للبلد في وسط الفساد اللي انا شايفه ده كله؟ هل لما ابتدت الازمه مفيش خاين فيكم قبض على حسني مبارك وسلمه للشعب او سلمه للقضاء ان هو يحاكمه؟ بل بالعكس، يعني يا ريت الواحد بقى يعني كده ينزل بقى يقتل له 2000 واحد ويضرب له 5000 عين ويحرق البلد علشان تحطوه في قصر في شرم الشيخ بقى يقعد على البحر. وكمان البجاحه يطلع النائم العام عبد المجيد يطلع يقول حسني مبارك ما عندوش اي حاجه عليه، في منتهى البجاحه واهانه لشعب مصر بالكامل. فوقوا لروحكم. انت كنت قائد القوات المسلحه، انت النهارده قائد فاشل لان القوات المسلحه مش معاك. مجلس العسكري تحذير مره واحده، احنا مش هننزل الشارع الا مره واحده. ضباط الجيش هتلبس الميري وهتنزل يوم الجمعه، واحنا ملناش نزول الا مره واحده. اللي هينزل ميري احنا ملناش رجوع تاني، يا اما لو رجعنا احنا هنتعدم،
لكن احنا مش هنرجع، لان احنا وراك يا طنطاوي، انت والمجلس العسكري، وفي ظهرنا شعب مصر كله، وفي ظهرنا رجالة مصر كلها، كل طوائف شعب مصر، اشراف شعب مصر ورجاله وستات نازلين ميدان التحرير يوم الجمعه مستنيينكم يا حضرات. الاخوان المسلمين الشباب قوموا قياداتهم مستنيينكم يا حضرات. الاقباط المسلمين الاسلاميين العلمانيين اليساريين، احنا بندعو جميع طوائف شعب مصر ان هي تنزل يوم الجمعه تقف مع ضباط الجيش. انتوا ما بتكلموش شعب متخلف، انتوا المتخلفين لو تفتكروا ان انتوا بتتكلموا شعب متخلف. معاكوا لغايه يوم الجمعه يا مجلس، وقد اعذر من انذر. احنا نازلين بالافرول ومفيش ظابط هيضرب نار على ظابط، واوعى تفتكر يا طنطاوي ان في ظابط من اللي واقفين حواليك هيرفع بندقيته في وش ظابط. ساعه لما تقول له اضرب نار على ظابط هيحط الكلبشات في ايدك. معاك لغايه يوم الجمعه وقد اعذر من انذر.